الكاميرا. هذا البلد إننا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ننظمها بجهة الدار البيضاء الكبرى، والتي تتعرض يوميا لخلق الحريات النقابية وللخلق السافر لمدونة الشغل والقوانين. بمجرد تأسيس مكتب نقابي إلا ويطرد العمال والعاملات وإغلاق المعاد في وجههم، لا لشيء، لأنهم مارسوا حقهم الطبيعي الدستوري القانوني وهو الحق النقابي. عاش البليد! عاش البليد! عاش الشحات المغربي للشغل! عاش الشحات المغربي للشغل! إن الحق النقابي انتزعناه في عهد الاستعمار وكرسناه في عهد الاستقلال، والآن نمارسه وننبه اليوم السلطات العمومية كفى من خلق الحريات النقابية، كفى من الهجوم على الحريات النقابية. إن الحريات النقابية المضمونة دستوريا وقانونيا وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها الاتفاقية الخصوصية والاتفاقية التي تطرح يوميا كذلك. إن بعض أرباب العمل الذين يتهجمون على العمال نقول لهم اليوم كفى من الهجوم، والطبقة العاملة واعية بضرورة دفاعها عن حقوقها ومطالبها ومكتسباتها. ونقول بأن قيمة القوانين وقيمة الأشياء في قيمة تطبيقها، وأن شرف الأمة ومصداقيتها احترامها لقوانينها. اليوم نقول أيضا بأن اليوم في جهة الدار البيضاء بالخصوص فإننا سنتصدى لكل من هاجم وطرد العمال والمكتب النقابي، سنكون له بالمرصاد. وهذه وقفة أولى، وستليها وقفات أخرى في جل العمالات بجهة الدار البيضاء الكبرى والمدن والعمالات والأحياء الصناعية. والسلطات العمومية عليها بتطبيق مدونة الشغل والقوانين الوطنية، لأن العمال عمود الاقتصاد الوطني، ونحن ندافع عن المقاولة الوطنية وندافع عن أرباب الأعمال الذين يحترمون القوانين ومدونة الشغل ويحترمون الحق النقابي. ونقول للحكومة ولمفتشية الشغل ولوزارة الشغل أن من اليوم أن تحترم وتطبق القوانين، لأن القوانين كما قلت سابقا لأنها ما وضعت إلا لتطبق، والحرية النقابية جزء من الحركة النقابية، جزء من الحركة النقابية اللي دافعنا عليها في عهد الاستعمار وكرسناها في عهد الاستقلال. فنقول كذلك كفى من الهجوم، وكفى كذلك يجب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي